استاذه ميرفت، قولي لي، انت شفتي المسلسل اللي اتعمل عن قصه حياه اسماعيل ياسين اللي عمله اشرف عبد الباقي؟ اه طبعا شفته في اول عرض، بس يعني ما شفتوش تاني. طب رايك فيه ايه؟ عجبك؟ لا ما حبيتش اشوفه تاني، لا ما عجبنيش، لان في اخطاء كتيره قوي يعني. ايه ابرز الاخطاء اللي انت شايفاها في المسلسل؟ شخصية إسماعيل ياسين ما كانتش بالتفاهة دي، يعني ما كانش معاكم عليكم ومحمود المليجي. ايوه. كانوا يعني طالعين تافهين قوي يعني. وبعدين ما ماتش فقير بالطريقة دي، ولا مات بالطريقة دي، ولا يعني في بيت شكله كده. ده مات في بيت 8 أوض، يعني 7 أوض و3 أول. يعني يعني لا احنا كنا مرتاحين ماديا، وكان على طول برضو عندنا ناس وعندنا عزايم وبعدين نادي الصيد ونادي الجزيرة وانا في مدارس لغات وياسين في الجامعة الأمريكية لا يعني ما عجبنيش اتضايقت جدا، مع ان يعني اتكلمت مع اشرف، كان جالي عند ايمن باكت قمر. ايوه. وحب يستفسر عن حياته الشخصية ازاي وبتعمل ازاي في البيت وبتاع. اتكلمت معاه كتير وحكيت له حاجات كتير، لقيت ما فيش اي حاجة من اللي انا قلتها له وحكيتها له وعاملها. بيقلده زي ما هو شايفه في الافلام. يعني عامل الكاركتر بتاع شخصية الفيلم. لا اسماعيل ياسين ما كانش كده خالص.